أعزائي المستمعين كبار وصغيرين، النهاردة هحكي لكم قصة حقيقية حصلت بالفعل من وقت قريب مش بعيد. في يوم من الأيام كان في شاب بسيط لا يملك إلا قوت يومه. كان بيشتغل في مستودع أنابيب، يعني كل اللي كان بيعمله إن المستودع بيجيب له عربية مليانة غاز يديهاله يملى بيها أنابيب طول الليل، ويصحى الصبح تاني يوم يوزعها على الناس. ففكر الشاب إن يتجوز بعد ما لقى الوظيفة دي، بالرغم إن كان بيكسب منها لكن المكسب كان قليل، لكن كان ممكن يفتح بيه بيت. وبالفعل راح واتقدم لفتاة واتجوزها، وبعد ما اتجوزها تعالوا نشوفوا اللي حصل مع الشاب ومراته. حبيبي، أنا عندي خبر ليك حلو جدا هيفرحك قوي. أنا لسه جاية من عند الدكتور دلوقتي، ولسه مبشرني ببشرة جميلة إني حامل. وبالفعل فرح جدا حسن بالخبر دوت، لأنه كان عايش وحيد من غير لا أب ولا أم، وكان بيتمنى من الله إنه يكون له زوجة وأولاد وبيت وعمل، وربنا استجاب له. فقعد يشكر مراته طول الليل. فجات مراته وقالت له: آه، بس يا حبيبي في مشكلة عندنا، احنا اللي رايح على قد اللي جاي، وابننا اللي جاي محتاج مصاريف كتير ومستقبل، وكمان احنا قاعدين في شقة ايجار، واللي بيجي يدوبك على قد الاكل والشرب بالعافية. اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ ده الشغل اللي لقيته وعرفت اتحصل عليه. انا بشتغل ليل ونهار عشان ما تحتاجيش لأي حاجة. بص يا حبيبي، انا عندي فكرة جميلة قوي هتخلينا بسرعة يبقى معانا فلوس كتير وما نحتاجش لأي حد ابدا، وكمان نعمل مستقبل لابننا كبير. قولي يا حبيبتي بسرعة، مستنية ايه؟ بص يا حبيبي، احنا ناخد الانابيب من الناس ونملاها غاز، بس مش هنملاها على الاخر، هنيجي على الاخر ونملاها شوية مية صغيرين، وبالشكل ده هنعمل انابيب كتير ونبيع اكتر بكتير. ازاي بس يا حبيبتي؟ انا خايف حد يعرف ولا يشوفنا، وبعدين محدش يشتري مننا وما نلاقيش شغلة تانية نشتغلها. يا حبيبي بس هيعرفوا منين؟ واحنا اللي بنملى الانابيب، والغاز بيجينا لحد باب البيت، وبنملاها جوه البيت ومحدش شايفنا. امشي ورايا يا حسن وانت هتكسب كتير ومش هتندم. وفعلا حسن سمع كلام مراته ومشى وراها، وباع أنابيب غاز كتير، والمكسب القليل بقى أكبر بكتير. وولدت مراته وربنا رزقهم بطفل جميل. ويوم ورا يوم سابوا الشقة اللي كانوا فيها عايشين بالإيجار، واشتروا أرض وبنوا عليها بيت كبير. ويوم ورا يوم كانوا بيملوا أنابيب الغاز ويزودوا المية شوية بشوية عشان المكسب يزيد أكبر، لحد ما بقت نص الأنبوبة مية والنص التاني غاز. وابنهم كل يوم كان بيكبر معاهم، وكبر وبقى شاب، وعلموه نفس الشغلانة، والبيت اللي كان دور واحد بقى دورين وتلاتة. ومرت السنين وابنهم كبر وبقى شاب، وشرب الشغلانة بتاعتهم وبقوا أغنياء جدا. ومش كده وبس، كمان عملوا مصنع مستودع غاز ملكهم في الدور الأرضي في البيت بتاعهم، وبقوا أصحاب ملايين. ومرت الأيام وعدت السنين، وفجأة جه حسن لمراته وقال لها:
بصي يا حبيبتي، احنا بقى بقينا أغنياء قوي وأصحاب ملايين، وعملنا مستقبل كبير لبنانا، وكمان عندنا فلوس تكفينا عشرات السنين. أنا شايلهم بنفسي في خزنة جوا البيت، ومحدش يعرف عنهم حاجة ولا يعرف مكانهم. انا هطلعهم دلوقتي عشان تعديهم، وخدي بالك دول شقى عمر سنين، وشقى عمر كله في بيع الانابيب. ايه يا حبيبي، مالك يا حسن؟ إيه اللي في دماغك وايه اللي حصل؟ بصي بقى، من النهاردة احنا خلاص مش هنشتغل، وهنبيع البيت وناخد كل الفلوس ونشتري فيلا كبيرة في مكان بعيد محدش يعرفنا فيه، ونجوز ابننا ونفرح بيه. احنا اشتغلنا كتير وتعبنا، بقالنا دلوقتي 25 سنة، كفاية كده بقى تعب وشقة. بصي بقى يا حبيبتي، انا دلوقتي هروح اجيب المشتري اللي انا اتفقت معاه عشان يشتري البيت ومستودع الغاز، عبل ما انت تعدي كل الفلوس كويس وتجهزي نفسك عشان نمشي من هنا. وكمان خلي ابننا ينزل تحت يجهز المستودع ويعد كل انابيب الغاز كويس عشان المشتري. وخدي بالك ما تخلوهوش ينزل بالسيجارة، انا عارف ان هو بيشرب سجاير من ورايا وانا مطنش. وفعلا مشى حسن وهو مطمن ومظبط كل حاجة، ولما رجع بالمشتري اتصدم صدمة العمر. لقى البيت مولع حريق كبير غير عادي، والمستودع والأنابيب منفجرة عشان ابنه نزل المستودع بالسيجارة، وكل أهل القرية بتجيب مية وبتطفي البيت. انهار جدا ولقى نفسه بيصرخ في وش أهل القرية ويقول لهم أنا السبب أنا السبب. فاستغرب كل أهل القرية وقالوا له أنت أصلا ما كنتش جوه البيت عشان تكون السبب في الحريق. فضل يصرخ ويقول أنا السبب أنا السبب، وحكى لهم عن قصته إنه بقاله 25 سنة بيغش في الأنابيب وبيدلهم الأنبوبة نصها مية ونصها غاز. وطبعا انهار ووقع من طوله، وأهل القرية لموله فلوس لأنه خلاص فقد كل شيء، وودوه المستشفى. وهو دلوقتي رجع كما كان للصفر، موجود في المستشفى من غير فلوس ولا زوجة ولا أولاد. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وده أصدقائي جزاء كل من أكل حرام في الدنيا قبل الآخرة، وكمان جزاء اختيار الزوجة الغير صالحة اللي تشاركك حياتك. فتش في بيتك، فتش في مالك، فتش في أولادك، وتخلص من أي فلوس حرام قبل فوات الأوان.